اهلا بيكم. انا ورد السيد. هعمل معاكم النهارده كبسه السعودي بالفراخ مع سلطه الدقوس. هنمشيها خطوه خطوه وبكل تفاصيلها هنعرفها. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار اي فيديو جديد، واكتبوا لي في تعليقاتكم اذا كنتوا جربتوها ولا لا. يلا نبدا نشوف عملناها ازاي. جبت حله حطيت فيها تقريبا ربع كوبايه زيت. حط انت بقى الزيت حسب الكميه اللي هتعمليها. التوابل اللي عندنا حطيت كركم وكاري وملح وبصل بودره وتوم بودره، بابريكا، فلفل اسود، جوز الطيب، مرق الدجاج بودر، حبهان، قرنفل، قرفه، ورق لوري ولومي، كلهم معلقه صغيره ما عدا الكركم معلقه كبيره. وعلى فكره هسيب لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف. بعد كده هبتدي احمص التوابل كويس قوي، وهنزل عليهم بالبصل وبالفلفل الاخضر والاحمر والزبيب، وهبتدي اشوحهم مع بعض كويس. بعد كده هنزل بالطماطم، وبعد الطماطم هحط معلقه صلصه واقلبهم كويس تاني. اول لما الخضار يدبل هكون مقطعه الفراخ وغسلها كويس قوي وانزل عليها بيها، وابتدي اخد لها تقليبه معاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بالميه السخنه بحيث تبقى مغطيه الفراخ، وهغطيها لحد ما تستوي. هتاخد وقت تلت ساعه. بعد كده طلعت الفراخ بعد ما اتسلقت وشلت اللي هو الورق اللوري والحبهان، نزلت بالرز المغسول واخدته تقليبه، وبعد كده استنيت لغايه ما اخد غلوه ورحت مهديه النار ورحت سايباه يكمل سوا. نيجي نعمل صلصه الدقوس. حطيت فلفل ونص حزمه كزبره وطماطمايه مقطعه ومعلقتين كبار صلصه واربع فصوص توم وربع كوبايه زيت. هضربهم مع بعض كويس في الكبه، وبعد كده هحطهم في الحله واحط عليهم التوابل بتاعتهم، معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من البصل بودر ومرقه الدجاج البودر ونص معلقه ملح ونص معلقه فلفل. وبعد كده احط عليهم معلقه عصير ليمون ونص كوبايه ميه، واحطهم على النار واسيبهم لغايه اما تتقل. نيجي بقى للفراخ. هبتدي ادهنها بالصلصه واسيب لكم مقادير الصلصه دي في صندوق الوصف، وهحطها تحت الشوايه لغايه ما تتحمر وتاخد لون. كده الاكل كله جاهز عندي. هبتدي اغرف. جبت بوله حطيت فيها السلطه، وبعد كده هبتدي اغرف الرز. الرز طالع مفلفل وطعمه حلو جدا، وهبدا احط عليه. انا حطيت عين جمل مجروش، ممكن تحط انت اي مكسرات عندك. وبعد كده حطيت رشه بقدونس، وبعد كده ابتديت احط الفراخ فوقيه. الاكل طالع طعمه وريحته تحفه، يا ريت تجربوه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو.